صفحة أخرى من هذه القصص وتلك العبر. هذه الزوجة ليست كغيرها من الزوجات، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هذه المرأة امرأة صالحة تقية نحسبها كذلك، هذه تقضي ليلها بالقيام ونهارها بالصيام، تحب القرآن وتلاوته. إذا جئت إليها في الليل لا تراها إلا كما قال الله: تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خطبها رجل فاستبشرت في وجهه الخير، ما تعلم عن حقيقته، ما تعلم هذا الرجل، لكن استخارت ربها عز وجل فانشرح صدرها لهذا الزوج. وفي ليلة الزواج وقبل الزواج اشترطت على أهلها: إذا أردتم أن أتزوج حفل زفاف شرط ألا نجلس كما يفعل الناس إلى الفجر، شرط ألا أكون في منتصف الليل إلا في بيت زوجي. قالوا: ما يصير، هذه ليلة واحدة، هذه ليلة ليست كغيرها من الليالي. قالت: إذا أردتم أن أتزوج بحفل زفاف هذا شرطي، ما يأتي منتصف الليل إلا وأكون مع زوجي في بيتي، غير هذا لا أريد الزفاف، نتزوج بغير حفلة. فلما أصرت استجاب الأهل لها. مرت الأيام، مرت الشهور، جاءت تلك الليلة، حدد موعد الزواج وجاءت تلك الليلة، وما زادت الفتاة إلا إيمانا وتقوى ومناجاة لله عز وجل ودعاء في آخر الليل أن يبارك الله لها في هذا الزواج. جاءت ليلة العرس، وذات مساء جميل، كان القمر بدرا، دقت ساعة المنبه تعلن 9 مساء، والحفل قد ازداد أنسا وبهجة وغناء وزغاريد، والكل يبارك: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أي جمال هذا، أي نور يخرج من وجهها، ليس نور المساحيق بل نور طاعة الله عز وجل، ليس جمال التقاطيع بل جمال طاعة الله جل وعلا. لم تأتي وتقرب من الساعة 12 إلا وكانت المرأة في بيت زوجها مع رجل لا تعرفه من قبل ولم تجلس معه من قبل، ولكنه سوف تقضي حياتها معه. مسك يدها ودخل معها إلى تلك الغرفة وإلى تلك الشقة التي ستقضي فيها بقية حياتها. أمسك يدها، دخلت، الفرح يملأ قلبها، بهجة وفرح وسرور. دخلت المنزل، فتحت الباب، أخذت تتجول في تلك الشقة التي ستقضي فيها بقية حياتها أو على الأقل السنوات التي تأتي. فلما دخلت وأخذت تقلب نظراتها في الغرفة: هنا سيكون مصلاي، هنا سأضع سجادتي، في هذا المكان سيكون مصحفي، هذا المسجل لطالما سأسمع فيه القرآن والذكر والمواعظ. تفكر في الشقة كيف ستقضي أيامها القادمة في طاعة الله عز وجل. فجأة نظرة شدت انتباهها، صدمة: سبحان الله، ما هذا؟ ما الذي أرى في الشقة؟ ما الذي أنا أحلم أم أن الأمر حقيقة؟ نظرت فإذا في الغرفة شيء عجيب وشيء غريب. تعرفون ما هو؟ لقد نظرت إلى آلة عزف، إنه العود في غرفتها. لا إله إلا الله، زوجها يعزف على العود. لا أحد أخبرها بهذا، لم يخبروها بهذا الأمر. لو كانت تعلم ما قبلت بهذا الزواج، لكنني استخرت فرضيت بأمر الله. لكن لما لم يخبروني؟ لو كنت أعلم ما رضيت بهذه الزيجة، ما أرضى بهذا الرجل. دمعتها أخفتها في عينيها، الزوج لا يعلم. لما الآن الفتاة مصدومة، كتمت الحسرات في قلبها: يا إلهي، غناء، آلة موسيقى في بيتي، أنا التي قضيت
حياتي في طاعة وقرآن وسجود وركوع. الآن زوجي يفعل هذا، ولكنها صبرت ولم تتكلم ولم تنطق بكلمة، صبرت وكتبت الأمر في قلبها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. في أول ليلة مع زوجها، وفي آخر الليل غطى الزوج في نوم عميق حيث لم ينم ليلة كاملة. أما الليلة لقد استمتع مع زوجته فغطى في نوم عميق، لم يشعر يقول إلا في آخر الليل انتبهت في تلك الليلة، نظرت فإذا زوجتي قد اختفت. سبحان الله، أين هي؟ ليست بجانبي، أين ذهبت؟ قلت لا بد أنها قد استحت فذهبت إلى غرفة أخرى تنام، أو ربما في دورة المياه، أو ربما ناديتها لم تجبني. قال قمت من نومي أبحث عنها، إنها ليست في غرفتي. سبحان الله، أين هي؟ أين ذهبت؟ كل هذا حياة. يقول دخلت إلى الغرفة الثانية في غرفة مظلمة، يقول وفي الغرفة المظلمة يتلألأ نور. أي نور هذا؟ في ذلك الظلام وجدت نورا، نور جمالها، نور طاعتها، نورها وهي قد لبست حجابها ثم كبرت وهي تصلي. يقول نظرت إليها في مصلاها آخر الليل، في ليلة الزواج، في ليلة الزفاف. الله أكبر. يقول نظرت إليها وأنا متعجب منها، إنه أجمل منظر رأته عيناي، أجمل حتى من صورتها بثياب الزفاف، وهي راكعة وهي ساجدة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقول أخذت أنظر إليها أنتظرها متى تنتهي من صلاتها. يقول فلما انتهت جئتها وأنا أضاحكها فقلت لها تركتيني؟ قالت أحببت أن لا يشغلني حبيبي عن حبيبي الأول، تقصد ربها جل وعلا. يقول أعجبني كلامها. مرت الأيام، يقول مثل هذه الزوجة لم أجد. تقوم شيئا من الليل، تخدمني في النهار، تستقبلني لما أدخل بأجمل العبارات كأنني للتو قد عدت من سفر. كلام يأسرني، ملابس وجمال وأخلاق أسرتني بحلاوة وطيب كلماتها وحسن أخلاقها وتعاملها. يقول في ليلة من الليالي عدت متأخرا في الليل من إحدى سفرات العابثة، كعادتي كل ليلة أسهر بالحرام وهي صابرة. يقول تتحملني وتحسن إلي الأخلاق. يقول عدت من سهرة عابثة، يقول ينزل الرب عز وجل فيها إلى السماء الدنيا. يقول وصلت إلى غرفتي، يقول ما وجدت زوجتي. أين فلانة؟ يقول خرجت، أغلقت الباب بهدوء، أنا في آخر الليل. يقول أتحسس طريقي في الظلام، أسمع صوت همس. يقول الهمس أعرفه صوت زوجتي. يقول في غرفة فيها مصلاها. يقول فإذا بي أمشي رويدا بكل هدوء. يقول أمشي رويدا بكل هدوء. يقول فإذا بي أقترب من الباب فسمعت صوتا جميلا. أي صوت هذا؟ صوتها وهي تقرأ القرآن. يقول والله لم أسمع مثل هذا الصوت في حياتي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله. يقول الزوج هي لا تعلم أنني أسمعها. يقول جلست
أتفكر في نفسي وأسمع صوت زوجتي وهي تقرأ القرآن، كيف هي وكيف أنا، كيف تعيش وكيف أعيش، كيف تقضي ليلها وكيف أقضي ليلي، ومع هذا لم تسئ إلي في حياتي أبدا، تعاملني أحسن معاملة، وهي أجمل فتاة رأيتها. يقول فإذا بها بعد أن وصلت إلى آخر ركعة رفعت يديها إلى السماء. يقول نظرت إليها ماذا تفعل؟ يا الله ماذا تصنع؟ يقول رفعت يديها تدعو الله جل وعلا. تعرفون ما الغريب؟ يقول الأمر الغريب الذي هزني أنها بدأت بالدعاء لي، خصتني قبل أن تدعو لنفسها. يقول أخذت تدعو لي وتدعو لي وتدعو لي حتى أخذت تبكي. يقول هي تبكي وأخذت أبكي معها، ويتقطع قلبي بكاؤها. يقول يقطع قلبي. يقول قلبي بدأ ينبض بشدة وبقوة، وأنا أقول يا رحماك يا رب، رحماك يا رب، أين أنا طوال هذه الأيام بل الشهور عن هذه الزوجة الحنون؟ أين أنا عنها؟ تدعو لي قبل أن تدعو لنفسها. شتان بيني وبينها، شتان بيني يا من أقضي ليلي في الحرام وفي المعاصي والذنوب، وهي تقضي الليل تصلي وتدعو لي. يقول وفي تلك اللحظات عيناي تدمعان وتفيض عيناي من الدمع. يقول كأن دموعي تغسل ذنوبي وتغسل خطاياي. يقول وبعد قليل وفي هذا المنظر سمعت المؤذن يؤذن الأذان، أذان الفجر: حي على الصلاة، حي على الصلاة. يقول كأني أسمع الأذان لأول مرة، كأني أسمع أذان الفجر لأول مرة في حياتي. يقول توضأت ثم ذهبت لصلاة الفجر. يقول كأنني أصلي لأول مرة في حياتي. يقول نعم صلاة، لكن ليست كغيرها من الصلوات. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن لأولئك الناس الغافلين أهل الغنى والطرب، ألم يأن لهم أن تخشع قلوبهم؟ يقول صليت الفجر، أخذت أبكي في الصلاة، رجعت من صلاة الفجر، دخلت إلى زوجتي عانقتها، تقول لي ما الذي حدث، ما الذي جرى؟ يقول أخذت أبكي وأنا أعانقها، أقول لها يا فلانة لقد تغيرت من اليوم، بدأت حياة جديدة، عرفت طريق التوبة، أعينيني على طاعة الله، ساعديني على أن أتوب لله. يقول بكت معي زوجتي وجلسنا نبكي معا، دموع فرح لا دموع حزن، دموع أنارت لنا طريق حياتنا. نعم لها الفخر هذه الزوجة الصالحة التي صبرت على زوجها ودعت الله عز وجل له، أحسنت له لتكسب قلبه وتأسر قلبه، أحسنت له، أطاعته، تزينت له، خدمته، كل هذا ليدخل في دين الله وليبدأ طريق التوبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صبرت هذه المرأة واحتسبت الأجر واتقت الله عز وجل، ولهذا أعانها الله عز وجل على زوجها. نعم أعانها الرب جل وعلا على زوجها فأصلح الزوج. نريد من الزوجات الصبر على أزواجهم، ادعوا الله لهم، بل كذلك بعض الأزواج ادعوا الله عز وجل لزوجاتكم. قصة يا لها من امرأة، نعم المتاع المرأة الصالحة. صفحة جديدة وقصة أخرى. عالم أسترالي، هذا العالم كان مستشرقا ويتعلم الدين الإسلامي. بعض العلماء الغرب يتعلم الدين من أجل الفائدة، وبعضهم يتعلم لأجل أن يرد عليه. وصل إلى آية من الآيات
في سورة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنظر إلى هذه الآية وقال: لا يحطمنكم، وهل النملة تتحطم؟ النملة تموت، النملة يداس عليها فتموت، فلما قالت النملة يحطمنكم؟ هذا أمر شاذ، هذا أمر غريب، كيف يكون في القرآن؟ ظن هذا الرجل أنه وجد خطأ في كتاب الله عز وجل. المسكين لا يدري أن هذا كلام الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا كلام ربنا، لو أنزل على جبل لتصدع، ما بالك إن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بآية لا يستطيعون. والمسكين ظن أنه قد وجد خطأ في كتاب الله جل وعلا. النمل لا تتحطم، فكيف يقول كتابكم أنها تتحطم؟ وبعد بحوث كثيرة، والعلم الحديث يتطور كل يوم وآخر، وجدوا أن النمل فيه مادة، أن النملة تحتوي على نسبة كبيرة من مادة التي يصنع منها الزجاج. نفس المادة التي يتكون منها الزجاج موجودة بنسبة كبيرة في النمل. فكأن الله عز وجل أراد أن هذه النملة في حقيقتها تتحطم كما يتحطم الزجاج، لأن فيها نسبة كثيرة. إن صح هذا الخبر وهذا العلم الحديث المكتشف، فإن هذا دليل على إعجاز هذا القرآن. فلما سمع العالم وقرأ هذا العالم الأسترالي قرأ هذا البحث أو توصل إليه، أعلن إسلامه ودخل في دين الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صفحة جديدة وأخرى. يقول أحد الدعاة إلى الله عز وجل، يقول: صليت العشاء في الصف الأول في إحدى الصلوات في إحدى الليالي. يقول: وصلى بجانبي رجل، يقول: من نتن رائحته هممت أن أقطع الصلاة. رائحة الدخان كأنه يدخن وهو يصلي، رائحة نتنة، لم أستطع إلا أن تلثمت في الصلاة وكتمت أنفاسي. أعوذ بالله، ما هذه الرائحة الصلاة؟ كيف يصلي هذا الرجل هذه الصلاة بهذه الرائحة؟ يقول: هممت أنني إذا انتهيت من الصلاة أن أتكلم معه وأنصحه كيف تصلي بهذه الرائحة. يقول: فلما انتهت الصلاة نظرت إليه، رجع، قام ورجع. يقول: فنظرت إليه حتى أعرفه. يقول: فنظرت إليه بعين الحزن والأسى والشفقة. من هذا الرجل؟ أول مرة يدخل علينا في هذا المسجد، شاب نحيل الجسم، خفيف اللحم، آخر 20 من عمره، منكسر الحال. يقول: فقمت لأتكلم بالدرس اليومي، عنده درس هذا الداعية. يقول: فبدأت ألقي الدرس على طلاب العلم، على أهل المسجد. يقول: فنظرت إليه جالس بجلسة منكسرة في آخر الصف، في آخر الحلقة، جلس وطأطأ رأسه يستمع إلى الدرس. يقول: وبعد أن انتهيت من درسي أريد الخروج من المسجد ومن يسلم ومن يسأل. يقول: نظرت إليه ينظر إلي من بعيد يرمقني ببصره. يقول: التفت إليه وتبسمت. يقول: فأقبل إلي يقبل يدي ورأسي وهو يبكي. فقلت له: هدي من روعك، اهدأ يا فلان، يا رجل ماذا تفعل؟ يقول: يبكي ويقبل رأسي ويقبل يدي. يقول: ثم قال لي: يا شيخ أريد أن أتحدث معك. قلت له: تفضل. قال: يا شيخ، أنا أعيش في جحيم، أنا أعيش في جهنم، أنا ما أعيش في الدنيا، تعبت، سئمت من هذه الحياة. قلت له: ولما؟ قال: مللت، أنا أتعاطى المخدرات يا شيخ،
يا شيخ تعبت من المخدرات خلصني منها، هل يتوب الله عز وجل علي؟ هل لي من توبة؟ يقول ففتحت له باب الرجاء، وأنا أفتح له باب الرجاء يزداد بكاء. كلما أخبره أن الله عز وجل تواب والله يقبل توبة عن عباده يزداد بكاء. قرأت عليه قول الله: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يزداد بكاؤه شيئا فشيئا. يقول حتى أراد أن يخرج الناس ينظرون إلى بكائه بكاء شديد. يقول عاهد ربه بالتوبة ثم انطلق يمسح دمعه. يقول لم أره من ذلك اليوم ما رأيته. بعد 2 أو 3 شهور يقول كنت في إحدى المساجد، يقول رمقته في مسجد من المساجد، نظرت إليه لمحته هو نفسه سبحان الله. يقول نظرت إليه يصلي صلاة ما أجملها، ما أجمل ركوعها، ما أجمل سجودها، ما أجمل هذه الصلاة. فقلت في نفسي سبحان الله، وعليه آثار السنة وعليه آثار الالتزام. قلت في نفسي سبحان الله، أول صلاة صلاها بجنبي كأنني نفرت منه، كأنني تضايقت منه، كأنني أردت البعد عنه، والله عز وجل يبسط يده إليهم. قلت سبحان الله، نحن نبغضهم ونكرههم والله عز وجل يفرح بهم، والله عز وجل يناديهم ويتحبب إليهم ويحبهم. سبحان الله، الله من فوق 7 سماوات يدعوه ويتقرب إليه، ونحن ربما نتأذى منهم. سبحان ربي، هذا حال التائبين. ربما يأتونك منكسرين، ولكن ما هي الأيام تمضي إلا والرب عز وجل يفتح لهم باب التوبة ويصلحهم. ولسان حال بعضهم يقول: يا رب هب لي متابا أستنير به، يجلو فؤادي ويمحو كل آثاري. أيد فؤادي بفضل منك منهمر، وصحبة في مجال الخير أخياري. رباه تاقت إلى رحماك ناصيتي، وأنت تعلم إقلالي وإكثاري. إن لم تجرني بنور منك يغمرني، يحيا به القلب أو يسري به الساري. فالقلب داع ولكن إن ذوى جسدي، فكتموا يا نعاتي بعض أخباري. نعم، إنها التوبة الصادقة. وما أدراك ما هذه التوبة؟ نختم بهذه القصة، قصة رجل من بداية عمره يقضي حياته في الجهاد في سبيل الله. قضيته الأولى، قضيته الكبرى، الجهاد في سبيل الله، أن ينصر الله عز وجل دينه، أن يحرر الله عز وجل المسجد الأقصى من دنس أحفاد القردة والخنازير، من دنس يهود. فعاش على هذه القضية، لم يبالي بالأذى، لم يبالي بالطرد، لم يبالي بالجوع، لم يبالي بالعطش. أصيب بالشلل النصفي في بداية حياته، في صغره، في شبابه، ولكن هذا المقعد ظل يجاهد في سبيل الله ويحرض المؤمنين وينصح الناس في الجهاد ويذكرهم أن الحياة الأخرى، أما هذه الدنيا فهي ثانية. سجن لكنه لم يبالي، ضرب لكنه لم يأبح، جوع، حورب، أرادوا قتله، ومع هذا يقول لأصحابه بعد أن قالوا له: يا شيخ كبر سنه، أصيب بشبه العمى، لا يرى إلا نظرا بعين واحدة، نظر ضعيف، لا يستطيع الحراك، مريض يتألم. يقول له أصحابه: يا شيخ ارتح يا شيخ، خلاص دع الأمر لمن بعدك، دع الشباب يقومون بالأمر، أنت معذور، أنت كبير، أنت مريض، كل الأعذار عندك. ومع هذا يقول: لا، لن أقف حتى أموت أو أقتل في سبيل الله. وفي يوم من الأيام مرض، نصحه الطبيب أن يجلس في البيت ويمكث، لكنه أبى إلا أن يقاتل في سبيل الله، أبى إلا أن يشارك إخوانه. وفي ليلة من الليالي قال لقائده الذي يقوده إلى المسجد، قال: اذهب بي إلى المسجد. قال: الوقت مبكر. قال: أريد الذهاب إلى المسجد مبكرا. قال: أنت مريض، صلي في البيت يا شيخ، صلي، ارحم نفسك قليلا. قال: لا، سوف أذهب إلى البيت الله. فذهب إلى المسجد قبل الفجر وظل يصلي ويذكر ربه ويدعو الله جل وعلا.
ثم صلى الفجر في جماعة فكان في ذمة الله، ثم خرج من المسجد يسلم على أصحابه ويتحدث معهم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. فجأة سمع الناس الخارجون من المسجد، سمعوا صوت طائرات، صوت قذيفة، صوت العدو قد اقترب. قال أصحابه: يا شيخ ربما يقصفوننا، يريدونك يا شيخ، يريدون قتلك. ابتسم الرجل قال: وهل أنا إلا أريد الشهادة في سبيل الله، أنا لا أرضى إلا بالشهادة في سبيل الله، هذه التي كنت أبحث عنها، أفأفر عنها الآن؟ الله أكبر، هذا الذي كنت أنتظره أفأفر عنه اليوم؟ أهرب منه الآن؟ وإذا به بابتسامته المعهودة وبصوته المبحوح الجميل ينتظر يومه الموعود وساعته التي كان ينتظرها، وإذا بالقذيفة تأتي على رأسه لتكون خاتمته الحسنة التي طالما أرادها. فبإذن الله عز وجل يا شيخنا إلى جنات العلا بإذن الواحد الأحد، وإن شاء الله تكون مع الشهداء، مع الصديقين، مع النبيين، نحو العلا يا شيبة الإسلام، وإلى جوار الناصر العلام. ياسين إن قتلوك في غدر فكم قتلوا نبيا في نهار دامي. قدر عليك بأن تعيش مجاهدا وتموت فينا ميتة الضرغام. دمك المعطر في البرية منهج للنصر شب عليه كل غلام. روح الفداء فاسمع نشيدك من دمي وانظر دموعك من صميم عظامي. أحرى بمثلك أن يموت مكرما لا أن تموت على الحرير الشامي. البائعون على اللعاع تهافتوا باعوا تراب القدس بيع لئام. والمدعون على الحطام تكالبوا واقتدت أنت كتائب القسام. والسائرون على الطريق تساقطوا فصبرت صبر المؤمن المتسامي. في همة علوية لم يثنها ضعف الأشل ولا لظى الآلام. فلئن نحلت فكم جسوم أدخمت وعقولها عار على الأجسام. ولئن شللت فقد شللت زعيمة عملاقها قزم من الأقزام. ياسين يا زلزال فتك في العدا هدمت عليه مطامح الحاخام. ياسين يا شيخ البسالة والعلا يا قدوة لجحافل الإسلام. في صوتك المبحوح صدق عزيمة أقوى من الآلات والألغام. ولشجو نصحك هزة قدسية تحيي الضمائر من دجى الأوهام. ولنور وجهك مشرق متهلل كالصبح يطوي لجة الإظلام. عبأت للجنات ألف كتيبة وصفعت وجه البغي والإجرام. رحمك الله يا شيخنا، وجمعنا بك وبالمؤمنين الصالحين في جنات عدن. إنها قصص وعبر، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.